بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوان عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجال يد الاهلي يسأرون لفريق كرة القدم بالامس بعد هزيمة الاهلي بالامس من الزمالك. النهاردة يد الاهلي ورجال يد الاهلي يفوزون بالسوبر الافريقي. الخطيب يهني رجال اليد بالسوبر الافريقي الثالث على التوالي والتأهل لبطولة العالم. ورجال اليد الاهلي يفوز على الزمالك ويتوج بكاس السوبر الافريقي وتأهل لبطولة كاس العالم سوبر جلوب. الفريق الاول كرة اليد رجال بالنادي الاهلي توج بلقب بطولة كاس السوبر الافريقي، ويعني فرح جمهور النادي الاهلي اللي كان بايت زعلان بالامس. وقيمة المباراة على صالة مولدي وشهدت اداء قويا من جانب الفريقين قبل ان يحسمها رجال يد الاهلي لصالحهم بنتيجة 23-21. كابتن محمود الخطيب حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على تهنئة لاعبي الفريق الاول لكرة اليد وجهازهم الفني والاداري والطبي عقب الفوز مساء اليوم ببطولة كأس السوبر الافريقي للمرة الثالثة على التوالي والتأهل إلى بطولة العالم للأندية سوبر جلوب، وتحقيق إنجاز كبير في الصعيد القاري. وأشاد رئيس النادي بالجهود التي بذلها اللاعبون الذين عبروا عن شخصية الأهلي بالإصرار والعزيمة والروح العالية والأداء المتميز الذي جعلهم يستحقون اللقب، وإسعاد جماهير الأهلي صاحبة الدور الكبير في كل النجاحات والتي تساند ناديها في كل المواقف. وأشار الكابتن محمود الخطيب إلى أن ما حققه رجال اليد يستحق التحية، وفي ذات الوقت يحمل الجميع مسؤولية كبيرة نحو ضرورة استمرار العطاء، خاصة وأن الفريق سوف يبدأ مشواره في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بالجزائر خلال ساعات، الأمر الذي يستوجب معه إغلاق صفحة السوبر والتركيز القوي لتحقيق لقب قاري جديد. وتوج الفريق الأول كرة يد رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك بعد أن تغلب عليه في مباراة النهائي التي جمعت الفريقين بمدينة وهران الجزائرية، ليحصد الفريق اللقب للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه ويتأهل لبطولة العالم للأندية سوبر جلوب. أقيمت المباراة على صالة مولدي ميلود هيدفي وشهدت أداء قويا من جانب الفريقين قبل أن يحسمها رجال يد الأهلي لصالحهم بنتيجة 23-21. جاءت المباراة قوية وقدم خلالها رجال يد الأهلي عرضا مميزا بفضل الدفاع المحكم والهجوم السريع والتصويب، فيما أدار ديفز المدير الفني اللقاء خططيا بصورة مميزة. وتوج الاهلي بلقبه الاول لكاس السوبر الافريقي عام 2017 بالفوز على الزمالك في المباراه التي اقيمت بالمغرب، ثم حصل اللقب الثاني عام 2022 على حساب الزمالك في النيجر، قبل ان يفوز باللقب الثالث 2023 بفوزه على الزمالك في صاله الامير عبد الله الفيصل، ثم حقق رابع الالقابه بالفوز على الزمالك في الجزائر. ويضم فريق رجال يد الاهلي كل من عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه، محمد ابراهيم، مع عبد الرحمن علي فيصل، ابراهيم المصري، محمد مجدي، نبيل شريف، احمد خيري، سيف هاني فوكس، احمد راضي، محسن رمضان، محمد لاشين، ياسر سيف، احمد عادل، عمر خالد، كاستيلو، عمرو سامي، احمد هشام سيسا، عبد العزيز ايهاب زيزو، ابو الفتوح احمد حماصه. الف مبروك للمارد الاحمر وعشاق المارد الاحمر. يد اليد يعني فرحت كل جمهور النادي الاهلي اللي كان غضبان وزعلان بالامس، لكن ان شاء الله دائما الفرحة والنصر مع ابطال مصر، ابطال النادي الاهلي اللي مفرحين دائما جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.